مجموعة أصدقاء بيكونوا بيلعبوا لعبة معينة، ولما بيختاروا الشخصيات اللي بيلعبوا بيها بيلاقوا نفسهم جوه اللعبة بس بالشخصيات اللي بيلعبوا بيها، وقدامهم 3 فرص بس ممكن يموتوا فيها، ولو خلصوا قبل ما يخرجوا من اللعبة هيموتوا فعلا في الحقيقة. تفتكروا يقدروا ينجحوا في مهام اللعبة دي ويخرجوا منها كاملين؟ تعالوا نشوف. في البداية أحب أقول لك إنك بتتفرج على أقوى قناة تلخيص أفلام في مصر، ببساطة كده إحنا بنجيب لك الفيلم الساعة ونص ساعتين في 10 12 دقيقة بطريقة سلسة ومبسطة وسريعة، فلو بتحب النوع ده من الفيديوهات اتأكد إنك عملت اشتراك في القناة وخد لك كده لفة على الحلقات اللي فاتت وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ده مش هوصيك تعمل لايك لأنه أكبر دعم لنا وأكبر دليل إن الفيديو فعلا عجبك. بيبدأ الفيلم مع ولد صغير وبيكون على شط بحر وبيلاقي كتاب كده شكله غريب وبيروح بين المشهد على طول عليه وهو في البيت وبيكون مش عارف ينام. من بعيد كده بيحصل فيه نور وصوت غريب وبيجي المشهد على سبنسر وده بطل فيلم النهارده وبيروح للمدرسة وبيقابل صاحبه اللي اسمه فريدج. وبيجي المشهد على بنت تانية كده وبتكون مهووسة بالموبايل والتصوير وإنها تنزل ستوريات على السوشيال ميديا وكده، وبتكون مهووسة بالموبايل لدرجة إن وهي في الحصة في المدرسة بتكون مركزة مع التليفون أكتر، فبتزنقها المدرسة بتاعتها ولما ما بتعترفش بخطأها بتقول لها أنت معاقبة بالحجز زي ما بيحصل عندنا بالظبط. وبنشوف بنت تانية اسمها مارثا وهي في حصة اللياقة بتكون مش بتتمرن مع زمايلها، ولما بتسألها المشرفة بتقول لها إنها بتعتقد إن حصة اللياقة دي ملهاش لازمة والمفروض إن إحنا هنا عشان نتعلم حاجة مفيدة. يا نهار أسود لو الكلام ده متقال هنا. المهم إن المدرسة بتكون عاقلة وبتقول لها برضه أنت معاقبة بالحجز. وبنروح لسبنسر وفريدج اللي بيكون في بينهم مشكلة وتحولوا للمدير، ولما بيعترفوش بخطأهم برضه بيتحولوا للحجز كعقاب ليهم. حلو الحجز ده، خلينا نشوف هيعملوا ايه هناك. ولما بيروح لغرفة الحجز بيكون المدرس او المشرف اللي في المكان بيقول لهم المطلوب منكم ببساطة ان انتوا توضبوا المكان ده من كتب بقى وخزر الى اخره، وانتوا شطارتكم خلصتوا في يوم خلصتوا في شهر انتوا هنا لحد ما تخلصوا. وبيبداوا في استكشاف المكان بعد ما بيمشي المشرف وبيلاقوا حاجات غريبة زي كرة البولينج دي مثلا وحاجات تانية كتير، وبيلاقي بريدج حاجة كده زي بلاي ستيشن وبيقترح على سبنسر انهم يلعبوا جيم، وبيكون اللعبة اسمها جومانجي وبيكون على كل واحد فيهم انه يختار شخصية يلعب بيها اللعبة، وبتيجي عليهم بيثاني اللي بتوافق تلعب معاهم وبتقترح على مارسا كمان انها تلعب معاهم لكنها ما بقاش لها مزاج من اللعب بس بتوافق في الاخر، وكل واحد منهم بيختار شخصية وفجأة بيلاقوا اصوات واضواء غريبة بتطلع من الجهاز فبيخاف قوي لدرجة ان هما بيشدوا فيشة الجهاز من الكهرباء خالص والامور بتهدى شوية، بس فجأة بيلاقوا نفسهم بيتحولوا لبخار وبيتشفطوا ناحية الجهاز واحد ورا التاني. فجأة بيظهر شخص تاني خالص وسط غابة وبيكون مستغرب من نفسه ان مين هو وازاي اتحول للشخص ده، وبنعرف ان هو ده نفسه سبنسر، وبيشوف قدامه شخص تاني اسمراني كده وبيقولوا لبعض انت مين يا عم اسماعيل، وبتظهر بنت كمان كده وبتقول لهم انتوا مين يا جدعان، وبيظهر كمان واحد تاني شكله مختلف برضه، وبعدين بيفكر شوية سبنسر وبيتوقع ان هم دول هم نفسهم بس جوه اللعبة بالشخصيات اللي اختاروها، وبيتأكدوا من ده لما بيقول ان اسمه فريدج، وبالرغم ان هم مستغربين من ده وان ده شيء خارج المنطق اصلا الا انهم كل شويه بيكتشفوا حاجه تاكد الكلام ده، لان سبنسر اختار شخصيه دكتور اسمه بريفستون وبيقول لمارسا ان انت دلوقتي بشخصيه روبي روندا هاوس وانت يا بيثاني شخصيه شيلي اوبرون، وبتنهار بيثاني لانها اختارت شخصيه راجل، ولما بتروح تبص لنفسها في الميه بتلاقي نفسها فعلا بشخصيه راجل، وبيكون على ايد كل واحد منهم 3 خطوط كده زي الوشم، وهنعرف قدام ان دي عدد المرات اللي مسموح لكل واحد منهم يموتوا فيها جوه اللعبه، واللي لو خلصوا ممكن يموتوا في الحقيقه بس هم لسه ما اكتشفوش ده. ورغم ان بيثاني عقلها مش بيتقبل الموضوع ده لكن فجاه وهي بتتكلم بيطلع من البحيره اللي وراها دي فرس نهر متوحش وبياخدها في قطمه واحده كده، بعدها بلحظات بتنزل تاني من السماء بنفس الشخصيه، ولما بيكونوا لسه بيحاولوا يستكشفوا الموضوع بيلاقوا وراهم حيوانات من وحيد القرن بيجروا وراهم فبيجروا منه بسرعه، وبيلاقوا قدامهم واحد بعربيه كده وبيكون عارفهم كلهم فبيركبوا معاه بسرعه وبيكون مبرمج على كلام معين ما بيقولش غيره، وبيعرفهم بنفسه هم في الطريق وبيقول لهم ان انتوا هنا في لعبه جومانجي واللي فيها لعنه ولازم تفكوا اللعنه دي، وبيفهمهم ان في جوهره معينه هي اللي فيها سر فك اللعنه والمفروض ان انتوا لما تلاقوها تحطوها في مكانها، وبيقول لهم ان كان في واحد زمان اسمه فان بيلت حاول انه يدور عليها كتير ويسرقها ولما قدر يجيبها حاول بكل قوته انه يحافظ عليها لانها لو اتاخدت منه ورجعت لمكانها اللعنه هتتشال من عليكم وهيقع هو لوحده في اللعنه دي ويباد للابد. وفي يوم وفي سكون الليل قدرت ان انا اتسلل لمكانه وقدرت ان انا اخد الجوهره دي، ومن وقتها وهو مسلط كل رجالته والحيوانات اللي متحكم فيها انهم يجيبوا الجوهره دي باي ثمن، ودلوقتي انت مهمتك الرئيسيه هي انك ترجع الجوهره دي لعين النمر وساعتها تتشال اللعنه من عليكم وتقدروا تخرجوا من اللعبه دي بسلام. ورغم ان هم كلهم بيكونوا مستغربين ومنبهرين باللي بيتقال لكن الموضوع بقى اقرب من الحقيقه شويه بشويه، كل اللي عليكم ان انتوا ترجعوا الجوهره دي لعين النمر وتنادوا بصوت عالي جومانجي.
ولما بينزلوا من العربية بيعطيهم كمان خريطة للعبة عشان يمشوا عليها، وبيقول لهم ان انتوا لازم تروحوا للسوق عشان هناك القطعة الناقصة. وبالرغم ان هم مش فاهمين حاجة برضه، لكن بيقول سبنسر لفريدج يحط الجوهرة دي في الشنطة اللي معاه، لان الشخصية اللي هو فيها دلوقتي هي الوحيدة اللي معاها شنطة. وبيبدأوا يصدقوا في الموضوع وبيقرروا ان هم لازم يعملوا كده فعلا عشان نخرج من اللعبة. وبتعرف بيثاني بالصدفة ان الشخصية اللي هي عليها دي هي تشيلي اوبرون، وده عالم متخصص في علم الخرايط. ولما بيضغط سبنسر على صدره كده بالغلط بيطلع شاشة كبيرة كده مكتوب فيها قدراته من نقاط قوة ونقاط ضعف. وبيكون قدراته انه ما بيخافش وسريع وبيعرف يتسلق كويس، وما بيعرفش هو عمل كده ازاي، لكنه بيقول لهم ان هو ضغط على كتفه فظهرت. فلما بتعمل زي مارسا بيظهر لها شاشة هي كمان فيها قدراتها، وهي انها بتكون شاطرة في الكاراتيه والقتال الراقص، رغم انها ما بتفهمش ده يعني ايه، بس ماشي يعني. وبيعمل فريدج كمان زيهم وبيكون نقاط ضعفه الكعك، وبرضه ما بيفهمش ده يعني ايه، هنعرف قدام. وبتشوف بيثاني في الخريطة بعض الحاجات اللي ظهرت كده توضح لهم الطريق، وفجأة بيتضرب عليهم صاروخ ما تعرفش جاي منين، فبيصرخ فيهم سبنسر بسرعة عشان يجروا من هنا. وبيكونوا فعلا جريوا من قبل ما يقول اصلا. وهم بيجروا بيكون فريدج مستغرب هو ليه بطيء، وده لان السرعة مش من قدراته. وبعدين بيتزنقوا في مكان كده فبيضطروا ان هم يتعاركوا مع الناس دي. ولما بيضرب سبنسر البتاعة دي اللي كانت في شنطة فريدج ما بتجيش في حد، فبيضطر انه يشيل فريدج ويجري لانه بطيء وممكن يتمسك منهم. ولكن هم بيجروا بيلاقوا نفسهم على حافة جبل كده، فبتخاف مارسا قوي لكنهم بيبقوا مضطرين ان هم ينطوا. فبينطوا فعلا واحد ورا التاني، ولما بينزلوا لتحت بتقول مارسا ان هم اصابوني وبتختفي فجأة. بعدها بلحظات بنلاقيها نازلة تاني من السماء زي ما حصل مع بيثاني اول مرة ماتت فيها. وهنا بيفهموا ان قدامهم 3 فرص بس ممكن يموتوا فيها طول ما هم جوه اللعبة. وبيقول سبنسر انه خايف ان لو ضاعت ال3 فرص دي ممكن يموتوا فعلا في الحقيقة. هو مش عارف بس بيتوقع كده. وبيجي المشهد على فان بيلت اللي بيقول له واحد من رجالته ان بريفستور هنا وانه هرب منه، فبيقول له تسخروا كل الحيوانات وكل الامكانيات لحد ما نوصل ليه ونقضي عليه. وبيكونوا ماشيين في مكان كده وبيلوم فريدج على سبنسر لانه كان السبب في طرده من الفريق في الحياه الحقيقيه، وانه السبب في اللي هو فيه هنا ده دلوقتي. ولما بيتخانقوا بيهددوا فريدج انه ممكن يضربه لانه كان اقوى منه بدنيا في الحياه الحقيقيه، لكن دلوقتي بيكون سبنسر مش خايف لان جسمه دلوقتي اقوى منه بكتير. لكن الكلام ده بيستفز فريدج فبيزق سبنسر وبيقع سبنسر من فوق الجبل اللي هم عليه ده وبيموت. ولما بينزل تاني بعد ما خسر فرصه من ال3 بيضرب فريدج بوكس كده وبيقول له احنا مش قدامنا الا فرص قليله، بلاش نضيعها في الكلام الفاضي ده عشان نقدر نخرج من هنا. وبيوصلوا المكان فيه سوق كده وبيكونوا جعانين، فبيروح فريدج بسرعه وبياكل كعك عادي. ولما بيحذروا سبنسر ان الكعك كان نقط ضعفك حسب ما شفنا، لكنه بيلاقي نفسه كويس، فبيقول لهم يا جماعه ممكن تكون نقطه قوه مش ضعف، وانا كويس اهو. ويا دوب لسه بيتكلم بنلاقيه اتفجر وهو مكانه وبينزل تاني من السما زي ما حصل معاهم من شويه. وبكده بيبقى كل واحد فيهم خسر فرصه من ال3 اللي معاه. وهم في السوق بيقابلوا ولد صغير وبيكون ده دليل لهم جوه اللعبه عشان يوصلهم للقطعه الناقصه. وبيقول لهم الولد الصغير ان اللي انتوا بتدوروا عليه موجود في العلبه دي. ولما بيفتحها سبنسر بيلاقي فيها حيه فبيقفلها تاني بسرعه وهو خايف. وبيعتقدوا ان ده كمين تحدي وانه لازم يبقى فيهم حد مش بيرمش عشان يلهي الحيه لحد ما ياخدوا اللي في الصندوق تحتها. وبتقول بيثاني اللي هي بشخصيه اوبرون حاليا ان هي اللي هتقدر تقوم بالمهمه دي، لكن اول ما بتزوم عليها الحيه بترقع بالصوت وبتكون الحيه رايحه تهاجم مارسا، لكن سبنسر بيلحقها وبيمسكها بايده. وبيبقى ده عادي لانه من قدراته انه سريع ومش بيخاف. وبيروح عليها فريدج وبينزع انيابها وبيكون متفشخر قوي بنفسه انه قدر يعمل كده من غير خوف. وبيلاقوا قطعه تمثال كده شكله غريب على هيئه فيل ومكتوب معاها على ورقه لما تلاقوا الفيل ابداوا التسلق. بيجي عليهم رجاله فان بيلت تاني فبيهرب منهم سبنسر واللي معاه وسط زحمه السوق. ولما بيضطروا للصدام معاهم بيكتشف سبنسر انه قوي قوي وبيعرف يضرب كويس، وبيضرب فيهم شويه حلوين كده لحد ما بيجي عليهم فان بيلت نفسه وبيقول له انه معاه حاجه تخصه، وطبعا يقصد الجوهره. ولكن بيقدر برضه سبنسر والمجموعه يهربوا منهم بمساعده واحد جديد جه عليهم كده وبينزلهم لمكان زي نفق عشان يهربوا من رجاله فان بيلت. وبيفضل ماشيهم في طريق معين كده هو عارفها كويس لانه كان في المكان ده بقاله فتره كبيره. وفجاه بيوصلوا لمكان بيكون مقطوع ولازم يحطوا الخشبه دي ويعدوا من عليها للناحيه التانيه، واللي للاسف هيقع هيكون زي ما انتم شايفين كده نهايته هتكون مأساويه. لكن بيعدوا كلهم بسلام وبيطلعوا من باب كده وبيلاقوا نفسهم في مكان كده بس جوه الغابه برضه. وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم ان اسمه أليكس، وبيتعرفوا كلهم على بعض. يقول لهم انه في اللعبه دي من فتره مش قليله وانه ضيع فرصتين من ال3 اللي معاه، عشان كده ما عادش بيحاول يخرج
يخرج من اللعبة لأنه مستحيل يقدر يعمل المهام المطلوبة دي لوحده. وبتكتشف بيساني إن أليكس هو نفسه القطعة اللي كانت ناقصاهم، وبيحفزوا بعض عشان يتعاونوا ويحلوا اللغز واللعنة اللي في اللعبة دي عشان يقدروا يخرجوا منها بسلام كلهم. وفعلا بيبدأوا رحلتهم لمكان النمر اللي المفروض يحطوا فيه الجوهرة، وبيشوفوا من بعيد كده بيت مهجور، ولكن ده المكان اللي فيه وسائل المواصلات اللي ممكن يستخدموها، ولكن في عليه 2 حرس. وبيقول لهم أليكس إن هم هنا على طول ووقت قليل قوي اللي بيمشوا فيه من المكان، وده عارف لأنه مراقبهم من فترة طويلة. ولكن بتقترح بيساني طريقة تانية غير العنف عشان يقدروا يدخلوا للبيت ده وياخدوا عربية أو أي حاجة توصلهم، والطريقة دي هي إن مارسا تروح تلهي الحارسين دول بجمالها على ما يدخلوا لجوه ويجيبوا الحاجة اللي هتنقلهم. ولكن بتكون مارسا ما بتعرفش تعمل حاجات البنات دي، ولكن لما بيأكد لها سبنسر إن دي أفضل فرصة لنا بتتشجع مارسا، وبتقول لبيساني تعلمها تعمل حركات البنات اللي بتحبها الرجالة دي إزاي، وبتكون بيساني بتعلمها فعلا تعمل ده إزاي. ولما بيخلصوا بيبقى أخيرا جت اللحظة، وبيكتشف أليكس بالصدفة إنه عدى عليه 20 سنة هو في اللعبة، وبنعرف إن هو الولد اللي كان لقى الكتاب في أول الفيلم، فاكر؟ لأنه كان اختفى من وهو طفل لحد دلوقتي، والواقع إنه لسه جوه اللعبة من يومها. المهم بنشوف مارسا رايحة على الحراس وهي بتتمايل كده وبتحاول تدلع عليهم، لكنها بتكون ما بتعرفش تعمل الحاجات دي. ولكن قبل ما يكتشفوا إنها بتلهيهم عن حاجة بتشتغل موسيقى، فبتكون مارسا عندها قدرة الرقص القتالي، وهو ده بالتحديد اللي هي فيه دلوقتي. ولما بيوقع حد من المجموعة حاجة وهم جوه البيت بياخد بالهم الحراس إن في صوت غريب، وهنا بتضطر مارسا تنزل فيهم ضرب بميزتها التانية وهي الكاراتيه والقتال، وتفضل تضرب فيهم لحد ما بتدمدمهم في بعضهم ويتكسر البيت ده على دماغهم. وهم جوه البيت بيختاروا هيركبوا ايه، وبيكونوا عايزين الطيارة لأنهم هيمشوا مسافة طويلة، لكن أليكس بيكون خايف ومش عايز يسوق لأنه معاه فرصة واحدة بس للحياة، ولو راحت هيموت في الواقع. لكنهم بيفضلوا يشجعوا فيه إنه قادر يعملها، وفعلا بيتشجع أليكس وبيقول لهم يلا بينا، وبيتحركوا فعلا بطياره. لكن رجاله فان بيلت بيكونوا وصلت للمكان وبيضربوا عليهم نار كتير، والضرب ده بيأثر على الطياره وبقى فيها عيب انها لا يمكن ترتفع على كده بسبب حاجه معينه حصلت في المروحه ولازم تتظبط بطريقه يدويه. وفي الوقت ده بيلاقوا ان في حيوانات من فرس النهر بيجروا وراهم، وما بيكونش أليكس قادر انه يطير بالطياره عالي بسبب العطل اللي حصل فيها، فبيقول لهم سبنسر انه هيطلع يصلحها بنفسه. وقبل ما يخبطوا في الجبل اللي قدامهم ده بيقدر فعلا سبنسر انه يصلح العطل، ويقدر أليكس انه يطلع بالطياره في اخر لحظه قبل ما يتخبطوا في الجبل. ولما بيشدوا سبنسر بالعافيه قبل ما يقع من الطياره بيقول لهم فريدج ان الجوهره وقعت منه بالغلط، فبيتضايقوا قوي منه وبيقولوا لأليكس ان لازم يلف ويرجع مره تانية لان هيروحوا من غير الجوهره يعملوا ايه. وفعلا بيرجعوا، لما بيشوفوها بيكونوا حيوانات فرس النهر بيلفوا حواليها كده، فبيفكر سبنسر في فكره مجنونه كده بره الصندوق، وبيتاسف لفريدج اللي بيزقه من الطياره عشان يلهي الحيوانات دي على ما ينزل ياخد الجوهره. وفعلا بياخدها وبيرميها لمارسا وهي في الطياره، وبيطلع تاني بسرعه، بس طبعا كده فريدج اتطحن من الفرسان النهر، ولما بيموت بينزل مرة تانية، فبيقدر بالتنسيق مع أليكس إنه يروح مكان ما هو نازل ويميل بالطيارة كده ويمسكوا سبنسر من ايده قبل ما يوصل للأرض. وفعلا بينجحوا في ده كله ويقدروا يستعيدوا الجوهرة وفريدج وينزلوا بالطيارة بأمان على الأرض. وفجأة بنشوف أليكس واقع على الأرض والعلامة الأخيرة اللي في إيده بتختفي شوية بشوية، فبتكون بيسن اللي بشخصية الراجل دلوقتي حبته، فبتتلهف عليه قوي وبتقرر إنه تنقذه. ولما بيعرفوا إن ممكن أي حد يعطي للتاني فرصة حياة من بتوعه بتعطيه فرصة من فرصها، وفعلا بيصحى أليكس مرة تانية، وبيكون أليكس شايف إن دي حاجة كبيرة قوي عملتها له بيساني، طبعا يعني ده أنقذته من الموت. بيكملوا طريقهم عشان يوصلوا لمكان النمر اللي المفروض يحطوا الجوهرة في عينه. يكون في قدامهم طريق طويل كده منور، لكن بيقول سبنسر ان ده كمان. ولما بيلاقوا تمثال على هيئة فيل بيفتكروا مقولة ان لما تلاقوا الفيل ابدأوا التسلق، وانه المفروض ياخدوا الجوهرة ويطلع على الشجر ده ويروح للمكان المطلوب منهم يروحوه. فبياخد فعلا الجوهرة وبيبدأ يطلع على الشجر، لكنه لما بيشوف نمر حقيقي قدامه بيخاف قوي وبيقع من على الشجر وبيهجم عليه النمور ويشقلطوه. ولما بينزل في الفرصة الأخيرة اللي باقياله بيقول لهم انه لازم يفكروا في خطة تانية جديدة. فبيقترح فريدج انه بما انه بيحب الكرة ان النمور دي بمثابة مدافعين وان هم المهاجمين ولازم يبقى هجومهم قوي قوي. فعلا بيوزعوا نفسهم ويتفرقوا عشان يقدروا يتغلبوا عليهم. وبيلهي أليكس النمر ده علشان يفتح الطريق لسبنسر يوصل للمكان المطلوب وهو تمثال النمر. وبتكون بيساني واقع على الارض كده وبيهاجمها نمر، لكن في اللحظة دي بيكون سبنسر بيتحرك ناحية تمثال النمر، فبيتوجه كل النمور ناحيته بسرعة عشان تمنعه، لكنه بيكون راكب موتوسيكل كده ورغم ان هم بيكونوا اسرع منه لكن بيعمل حركة
حركه ذكيه كده قوي، وهو انه بيخليهم يجروا وراه في شكل دائري كده، وهو في ايده نار فبيعمل دايره نار على الارض، وهم بيبقوا جواها، ولانهم بيبقوا خايفين من النار بيفضلوا محبوسين فيها. ودلوقتي بيكون لازم يطلع لتمثال النمر بالجوهره، وبتشوف ريدج اللي بيجي عليه فيل ضخم كده لكنه مش بيخاف منه لانه اصلا عالم حيوانات. وبيجي المشهد على فان بيلت اللي بيكون ماسك بسني وبيهدد سبنسر بانه هيموتها لو ما عطلوش الجوهره، لكن بيقول له مش هتاخدها مني لانها اصلا مش معايا. وفي اللحظه دي بيجي عليهم بريدج اللي بيكون راكب الفيل ومعاه الجوهره في ايده، وبيضرب الفيل في النمور اللي كان فان بيلت بيتحمى فيها دي، وبيرمي فريدج الجوهره لسبنسر اللي بتقع منه في مكان واطي كده. فبتقول له مارسا اطلع انت بالموتوسيكل وانا هحدفها لك ولازم تثق فيا. وفعلا بيعمل كده سبنسر وبيطلع جري بالموتوسيكل لتمثال النمر، وبتحاول مارسا توصل للجوهره اللي بتكون واقعه في مستنقع افاعي، لكنها بتتحرك بحذر كده لحد ما بتوصل لها. وقبل ما بترميها لسبنسر بيجي عليها فان بيلت وبيقول لها انا هاخد دي لانها تلزمني، لكنها بتقول له ان السم هو نقطه ضعفي عندها، بتخلي الافاعي انها تعضها عشان تموت. ولما بتنزل للمره الاخيره بتنزل في مكان مختلف بعيد عنه، وده فعلا اللي بيحصل. وبتكون وهي نازله من السماء بيحاول سبنسر انه يوصل لها قبل ما توصل للارض لان الجوهره هتكون معاها، وبيتشعلق بحبل كده مربوط في خطاف، وهي في الجو بيقدر يوصل لها فعلا وبتاخد منه الجوهره وبيحطها في مكانها في عين تمثال النمر. لكن للاسف مفيش حاجه بتحصل، فبيفتكروا ان هم لازم يقولوا جومانجي بصوت عالي، ولما بيقولوا كده فعلا اللعنه بتتفك وبتصيب فان بيلت لوحده اللي بالطريقه دي كده بيباد للابد. وبيطلع عليهم النهار وبيبقى الجو لطيف والدنيا فيها بهجه كده، وبيبقوا فرحانين كلهم انهم نجحوا في المهمه وانهم هيرجعوا لحياتهم العاديه تاني. وبيجي عليهم الراجل بتاع العربيه اللي كان وصلهم هنا في الاول وبيقول لهم بعد ما بيحييهم على نجاحهم في تحقيق مهام اللعبه وفك اللعنه انه للاسف جه وقت الفراق، وان ده الوقت اللي هترجعوا فيه لحياتكم الاصليه مره تانيه. وبيسلم عليهم واحد ورا تاني عشان يرجعوا تاني لحياتهم بعد ما عاشوا مغامره مستحيل كانوا يتخيلوها حتى في احلامهم. بس كده يا صديقي وبيخلص الفيلم لحد هنا، وكل وصل لهنا انتوا اجدع ناس. ما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات، ولو في اي اقتراحات تحب نعملها احنا بنقرا وبنرد على كل التعليقات. هسيب لك 4 اقتراحات ل4 افلام، لو معاك وقت شوف اللي يعجبك فيهم. وفي الاخر كالعاده ما تنساش اخواتك من دعواتك، وصلي على النبي محمد. سلام.